انا عرفت من الجمهور بتاعي عن طريق الانستجرام. انا عايزه اسال بس سؤال، هو فين الرقص في الفيديو؟ الفيديو حركاته بسيطه جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه خارجه عن العادات والتقاليد المصريه. انا ما عملتش حاجه خارجه وما عملتش رقص شرقي يعني. ازيكم يا جماعه؟ معاكم عبد الله الجيهه، ودي قناتكم رايح جاي، قناه اللي بنلف بيها في الحياه من غير ما ندوخ. لو اول مره تشوفنا دوس لايك وفعل الجرس واعمل سبسكرايب، عشان كل يوم عندنا حكايه من اللي بتحصل حوالينا. النهارده جايب لكم موضوع ما فيهوش رايح جاي، ده مولع لوحده. خلينا نحكي الحكايه من الاول. من كام يوم الدنيا ولعت على السوشيال ميديا بسبب خبر اتقبض على ليندا مارتينو، الست الايطاليه اللي جت مصر وقالت لكم انا رقصه بلد، بس بدل ما ينزل لها رقصه في فرح نزل عليها بوستات على انستجرام مش عاجبه الناس، والموضوع كبر لدرجه انها اتقبض عليها في مطار القاهره. لسه محدش عنده اجابه واضحه ليها، والموضوع مش جديد. قبلها من كام سنه حصلت مع صافيناز، بس المره دي القصه اكبر بكتير عشان في سياسه وسفارات ومطارات اتدخلوا في الموضوع، او اتدخلوا في الحوار يعني معنى اصح. نيجي بقى للتحليل الشخصي. بصوا يا جماعه، الموضوع مش رقصه وخلاص، الموضوع بقى فيه سؤال مهم. مصر هتتعامل مع السوشيال ميديا ازاي؟ هل كل اللي على الانستجرام يتحسب كانه عرض عام، ولا لسه في فرق بين النت والحقيقه؟ ودي نقطه حقيقيه محتاجه الناس تتناقش فيها، عشان مفيش قانون واضح بيقول ايه المسموح وايه الممنوع على السوشيال ميديا، وكل يوم بنشوف حاجات زي كده. فاحنا لازم نفهم احنا رايحين فين. الموضوع مكمل معانا، احنا هنا في رايح جاي هنتابع معاكم الحكايات دي اول باول. ولو شايفين ليندا غلطانه اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو شايفين ان ده تضييق على حريه الفن قولوا لنا رايكم برضو. واستنونا الحلقه الجايه، لان الموضوع اللي جاي هيكون مكمل للسؤال ده: فين حدود الحريه ومين اللي بيرسمها؟ انا عبد الله الجيهه، ودي قناه رايح جايه مع عبد الله الجيهه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، واستنونا في فيديو جديد على قناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.